يحول النجم الساحلي للعاصمة نهار الأحد في مسعى واحد وهو تدارك الأربع نقاط اللي ضيعهم قدام النادي الصفاقسي والملعب القابسي ومنع الفريق من ترفيع الفارق. أنا بالنسبة لي مباراة ما تكون إلا مباراة كرة القدم ماهيش باش تخرج عن النطاق هذا. بالنسبة لي مباراة عادية، في المباراة بالنسبة لي كل مباراة هامة مع أي فريق. مؤكد كون النادي الافريقي في احسن حالاته الوقت الحاضر. النجم الساحلي فهمت ولا عدى فتره طيبه، لكن في بعض الحالات توقع اشياء لا يكون المفروض مش توقعها. وحسب التقاليد نتاعي والعادات نتاعي انا ديما الاهداف نتاعي ديما هي الانتصار، وهذا نحطه في تفكير اللاعبين. جوارات ليتوال يعرفوا صعوبة المهمة قدام فريق ما يساومش على ميدانه، على الرغم من أنه النجم عادة ما يكون ضيف ثقيل الظل على الأفارقة، وآخر هزيمة عرفها في العاصمة كانت في موسم 2010-2011. نجم تقول مباراة مصيرية بالنسبة لنا نحن، ما عادش عندنا الحق في عند الأخرى بحكم النتائج، السلسلة الأخيرة نتاع النتائج نتاعنا ما كانتش إيجابية 100%. حاضرين كما يلزم ان شاء الله راهو النتيجه ايجابيه من رادس ان شاء الله. تقريبا تونس كامله تستنى في المباراه هذه بحكم مصير بطوله، معناتها ما نجموش نقولوا مصير بطوله خاطر مازالت ما فاتش البطوله، مي متصدر ترتيب تقريبا هرب علينا توا 5 بوان. نعرفوا اللي كونه نحن اللي لازمنا نربحوا باش نبعدوش الفارق ما بيناتنا، وهذا كل محضرين وان شاء الله معناتها تلعب ماتش فيه روح رياضيه وتكمل على خير. كلاسيكو بين ليتوال والكلوب ان شاء الله نبداو في نهارنا ونرجعوا ب3 بوان من تونس اللي باش يخلونا في الكورس نتاع الشامبيونات. ان شاء الله ربي معانا وان شاء الله نعملوا مباراة طيبة ان شاء الله.